السلام عليكم. معاكم محمد عصام. الليلة شنو فيديو جديد في قناة طقة. الليلة حنظبط شنو، حنظبط شيكن وينجز يا حلوين. يكون كده فيديو ظريف خفيف كده، يعني اختصرها بطريقتنا نحن. فشنو يا شباب، نبدأ بجدادنا الحلو ده. ننزل فيه البهارات بتاعتنا، بهارات كده ظريفة. ننزل فيه كمان شوية ملح. نقوم شنو نكب معلقة بتاعت ملح كده، وربع بس، حاجة خفيفة كده يعني، ما حاجة بسيطة، بس الكمية دي. تاني شنو ننزل بمعلقتين بتاعت بهارات، خلطنا نحن البهارات دي بهارات كده، حاجة ظريفة شديد. فهمتوا علي كيف؟ نقوم نخلط الجداد كده كويس. البهارات دي ممكن تكون عبارة بس عن فلفل أسود وملح، يعني شنو انتوا شوفوا البهارات اللي بتنجح معاكم، لكن دي نحن مشكلينها بطريقتنا، تشكيلة كده ظابطة كده. شنو انتوا شوفوا الحاجة اللي بتنجح معاكم. شنو احنا نقوم نكب الزيت بتاعنا، نكب كمية محترمة كده من الزيت. بالظبط. يلا يا شباب هنقوم نقفلها، نقفلها كده زي دقيقتين 3 دقايق كده ونرجع لها تاني. هسه قاعدين نجهز في البصل بتاعنا، البصل الجميل ده. عشان شنو؟ نقوم نلحق النار في الكيس اللي ببرة ده. دي الجوطة اللي بتكون ما قاعدين نظهرها في فيديوهاتنا اللي فاتت، لكن شنو، ممكن ان احنا البصل ده جاهز. نقوم نسوي شنو، نقوم نقطع البصل ده تقطيع كده ظريف جميل. وشنو، اصلا ان احنا قاعدين نقلب في الجداد بتاعنا ده، فتحناه ونقلبه سريع سريع كده، تقليبه خفيفه كده ظريفه. في وحدات كده شبه سخن شديد يعني. اللهم نحن نقوم نقلبه سريع سريع كده. يعني مضطر تقدر انت ما تخلوها لا تستوي شديد. يعني انتوا المفروض شنو تكونوا شنو مركزين معايا. انا سرحت كده مع البصل، الجداد ده شويه شنو اداني مفاجاه كده ظريفه يعني. البصل الظريف ده كده شايفينه. تاني هنقوم شو نبدا نقطع في المشروم. المشروم ده اللي هو الفطر، اللي هو في ناس كتار في السودان شنو ما بحبوا ياكلوا، ما بحبوا ياكلوه. انا ما عارف ليه ما بحبوا ياكلوه، لكن يعني شنو اي زول وذوق يعني. انا اتخيل لي صح ولا ما صح، ولا ما كده عبودي. لا لا لا، بجد والله. لكن انا ما عارف ليه السوداني ما بحبه. انتوا يا جماعه الحاجه دي وروني لها في الكومنتات، يعني جد جد ليه السوداني ما بحبوا الفطر ده. فشنو يا شباب، دي النتيجه النهائيه للدجاج بتاعنا. هنشوف هسه خلاص شنو النار ما حنطفيها، حنخليها اوطى حاجه. فهمتوا علي كيف؟ ما هنكدب عليكم، حرقنا جزء منه لانه شنو شويه كده سرحنا مع البصل والتقطيع وكده. شايفين الشغل ده كيف؟ عشان والشغل ده شايفها يحب اظبط، موزونه. يحب اظبط ذاته. في نفس الزيت ده، نفس الزيت اللي شغالين فيه ده، هنقوم ننزل شنو، ننزل البصل بتاعنا اللي قطعناه قبل ده. طبعا لازم يكون باقي من الزيت بتاع الدجاج لازم يكون في باقي. مختلط. شنو زي ما عبد الرحمن قاعد يملينا، لانه شنو شغلانيه صعبه يا انتوا. الشغل ده بالنسبه لكم كيف؟ بس احنا خلطنا الزيت بتاعنا كده، نخلي البصل يمسك شويه كده لحد ما يبقى شويه كده هنا. وتاني شنو هنضيف عليه الفطر بتاعنا حق قبل. البصل بعد ما خلينا كده اتدلع في النار، لازم في منه شنو نخليه كده. بعدها نزيد النار شويه سنه بسيطه كده. بعد ما البصل بقى غوامه كده، هنقوم ننزل شنو، ننزل المشروم بتاعنا الظريف كده، نخلطه كده تمام. نخليه برضه يتدلع هو ذاته مع شنو، مع البصل. في مسافة ما هم قاعدين يتدلوا، نقوم شو نقوم ننزل فيهم توم. هسه كده نقوم ننزل فيهم التوم شوية كده ونرجع لكم. لنا 3 تومات كده دي نهرسهم. تومات شنو كبار يعني. فهمتوا علي كيف؟ التوم ده لازم احنا
اسمه شنو، يعني احنا سويناهم 3 تومات كبار. تشوفوا الميزانية بتاعتكم هتكون كم تومة كده تستغرق، ونزلوها بس التومة الميزانية اللي بتشوفوها مناسبة انت يعني. انا شايف تومتين مناسبه جدا يعني. فشنو هننزل معلقة من البهارات اللي قلنا لكم عليها دي. البهارات دي خلطتنا سرية كده ظابطة، نزيدها تاني شوية بس لأنه شنو الناس قاعد تقولنا قاعد ياخد بهارات كتيرة، لكن يوم نخلطها كويس كده مع التوم اللي نزلناه مع المشروم زي ما شايفين مدي لون كده، لون ذهبي، يعني لون جميل جدا يعني صراحة كده. فشنو نقوم ننزل معلقة كده بتاع الدقيق، حاجة كده خفيفة كده. المعلقة دي زي ما شايفين بس شنو معلقة دقيق واحدة كده. هنقوم شنو نخلط الدقيق ده، نخلط نقعد نصوت كده صوت الدقيق ده مع شنو مع خلطتنا الجميلة دي. خلطتنا ده هسه نقصت شوية زيت، فشنو نقوم نزيد هسه زيت سريح سريح كده. زيت بس رشة خفيفة زي ما شايفين كده. تاني نقوم نقلب خلطتنا دي تمام على كده خلاص. فشنو نقوم ننزل كريمة كده. الكريمة حلوين، نحن حننزل اتنين يعني، حننزل زي كم زي 400 مللي كده بتاعت كريمة. هنغرقها كريمة، فهمتوا علي كيف؟ بعد ما نزلنا الكريمة كده زي ما عارفين نقوم شنو نقوم نخلط تاني. وشوفوا لون الخلطة ده يعني هسه شنو الكريمة دي هتدي معانا لون وشغل كده ظريف شديد يعني. خلاص ظبطت كريمتنا، ظبطت ظبطة كده، واللوز زي ما شايفينها بقت ماسكة قريبة كده، ماسكة ظابطة شديد. نقوم شنو نقوم ننزل الجداد بتاعنا، خلطة الجداد الظريفة. بعد كده الشغل والإبداع بدأ، فهمتوا علي كيف؟ نقوم نخلطهم كده تمام مع بعض، وانتظرونا في النتيجة النهائية. شنو يا شباب، ده القوام النهائي، شغل كده إبداع، ويعني المنظر كده بيوحي إنه شنو حتكون حاجة درعة يعني. فشنو يا جماعة، ده كده القوام النهائي مع البتاعة دي. نمشي ونجرب نضوجها كده. والله يا جماعة شغل ظابط، شغل خرافي خرافي. الشغل صراحة يا جماعة والله حاجة درعة، والله درعة درعة. فشنو يا حلوين، الفيديو ده كان ظابط شديد، والطقة دي والله العظيم حاجة كده من الموت من الموت يعني شنو. ودي الليلة أول مرة أسويها زي الفيديو السلطة الفتة، أول مرة أسويها وكانت ظابطة شديد وسهلة شديد، يعني أي يوزر بيقدر يسويها باختصار كده. فاللهم عزونا باللايك والشير والسبسكرايب، عزونا.